3 حاجات عملتهم خلّوا الفندق ده يرفضني بعد المقابلة النهائية. النهارده أنا رجعت عشان أقول لكم وما تعملوش نفس الأخطاء بتاعتي في الinterview. أولًا أنا كنت بانتقد إدارة الفندق اللي قبل كده، خصوصًا مديري، وكنت باقول إن هو عنصري علشان هو كان روسي وبيجامل جنسيته فقط للأسف. وطبعًا ده وضّح لي اللي أنا باعمل معاه الinterview إن أنا هاعمل نفس الكلام في الفندق الجديد، وهاتكلم عن السلبيات. اللي عرفته بعد كده إن مجال الفنادق بيعتمد على الشغل الجماعي والسلوك الإيجابي، ودي حاجة مهمة جدًا. كنت المفروض اذكر الايجابيات، زي مثلا أنا اتعلمت ازاي اعمل تشيك ان او اوصل المعلومات للجست الروسي رغم ان هو ما بيتكلمش الانجليش، علشان مديري ومعظم الفريق من روسيا، من كتر شغلنا مع بعض بقيت اتعلم حاجات من لغتهم. بالمناسبه انا حاليا عندي 11 سنه خبره في مجال الفنادق، هبعت لك لسته باكبر الفنادق اللي ممكن تقدم عليها اول ما تكتب فنادق في ارقام. ثانيا انا كنت فاكر ان الفنادق كلها زي بعض، نفس القيم ونفس السيستم. اتضح ان كل فندق ليه قيم مختلفه للموظفين وللجست، وكنت لازم ادخل على الويب سايت بتاعهم واقرا عنهم اكتر. ادخل على جوجل ريفيوز او تريب ادفايزر علشان اعرف الجست ايه اللي عجبهم اكثر في الفندق، واوضح ان انا بعمل معاه الانترفيو اني فاهم الثقافه والقيم بتاعه الفندق ده. مثلا كنت ممكن اقول انا حابب انضم ليكم علشان انتم فندق بتقدروا الجست جدا، واللي كان واضح من تقييماتكم اونلاين. فندق بحجمكم 1500 غرفه، رغم التحديات اللي بتواجهوها كل يوم في الاوبريشن لسه الجست بيديكوا تقييم عالي. ثالث حاجه لازم تركز على الدور اللي انت بتقدم عليه، بس سواء بتقدم على عامل نظافه او استقبال او حد في الاداره. انا كنت بعمل انترفيو في البوزيشن في الفرونت اوفيس، لكن في اخر الانترفيو هو قال لي انا شايفك في بوزيشن تاني في الجست ريليشن، وللاسف انا قلت له ليه لا، ادام نفس الفندق انا ما عنديش مانع. وهنا للاسف انا وضحت ليه ان انا مش مركز ومش محدد هدفي، ممكن اغير رايي في اي حاجه بعد كده. اخر حاجه كنت لازم ابقى مرن شويه في مواعيد الشغل. شغل الفنادق محتاج دايما موظفين يقدروا يتعاملوا مع تغيير الشفتات، لان المجال ده ما بينامش طول الساعه وطول السنه.